السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد في فيديو جديد. طبعا يا جدعان النهاردة شكل النبات وشكلات الحاجات اللي زرعناها للذرة، طبعا شكلها حلو بعد 5 أيام من الزراعة. مش شايفين كده؟ هنبدأ الفيديو بمقارنة هوريكم شكلات الأول، بعدين نعمل مقارنة بين الطماطم المنزلية اللي زرعناها بذور من المنزل، الطماطم اللي زرعناها بذور شاريناها من بره، تقريبا تشيري توميتوز، والتانية طماطم عادية. دي الجرجير اللي زرعناها الفيديو اللي قبل اللي فات، زي ما انتم شايفين اهو، كبر شوية ما شاء الله. نعناع، الريحان التاني. دي بقى الحاجات اللي عمرها 5 أيام، زرعنا من 5 أيام في الفيديو اللي فات بالظبط. النعناع كزبرة لسه مطلعتش، وعندنا قصدي ده جرجير، ده جرجير تاني برسيم شكله عامل كده زي ما الذرة اهي، وهنا برسيم التاني، وهنا الكركديه. تمام. طبعا يا جدعان بعد 5 أيام من الزراعة، دي الطماطم اللي زرعناها بذور في المنزل، كاتب هنا أنا. تمام، مش عارف باينة ولا، بس باينة عندي. فزي ما انتم شايفين، ودي الحاجة، دي طماطم زرعتها بذور شريحة. زي ما شايفين فرق السنبات ما شاء الله، اللي في المنزل السنباتها أعلى بكتير في كل الأسس. تمام. دي في المنزل، دي من بره طماطم بذور من بره طماطم، كل طماطم زكية من بذور من بره لسه مطلعتش. اللي في المنزل بس طلعوا والسنباتها عالي، واحد بس طلعت، نبتة واحدة بس طلعت، أو لسه 2 اهو بدأوا يطلعوا. زي ما انتم شايفين هنا، دي طماطم مزروعة بذور في المنزل برضه. فالملاحظة الأولى إن الطماطم بذور المنزل آه، يعني نموها أسرع من التانية، تطلع أسرع من التانية. فدي حاجة تدل على إنها يعني أحسن بكتير من التانية، وتقدروا تعملوها في البيت، وحاجة ناجحة جدا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو. يعني زرعنا كمية بذور كبيرة عشان لو في نسبة مطلعتش، بس النسبة كلها طلعت في الغالب يعني ما شاء الله. المهم لما يكبروا كمان هنفضل نعمل مقارنات بينهم لحد ما يثمروا إن شاء الله، نشوف مين هيثمر ومين لأ، والآفات الزراعية اللي هتيجي عليهم والحاجات دي، يعني نشوف الفرق بينهم، نشوف مين أفضل في النهاية. المهم يا جدعان دلوقتي هنيجي جزء تاني من الفيديو. دلوقتي هعمل جرعة دواء كوكسيديا للكتاكيت، زي ما انتوا فاكرين في الفيديو اللي فات قلت انهم عندهم كوكسيديا، فأنا بدأت العلاج معاهم، والنهاردة تقريبا اليوم الرابع أو التالت. فدلوقتي هوريكم، النهاردة 2 يعني النهاردة يوم التالت، النهاردة هنظبط الجرعة مع بعض. طبعا ده دواء كوكسيديا كنت جايبه من مصر، مش اعلان طبعا، بس المهم يعني ده بيتحط اللتر السنتي على او الملي على لكل 2 لتر مية. ده بتحط الملي على كل 2 لتر مية. فده تقديرا يعني ده هيكون معايا 300 ملي تقريبا، فهناخد من ده، دي كلها ملي. تمام، بتاعت الانسولين، ربنا يشكر المريض يا رب. هناخد 3 لحد 3 كده، اللي هو 0.3 ملي. تمام، اللي هو أقل من الملي بكتير. انتوا شايفين كده، سحبت اهو 0.4، ظبطها بالظبط على 0.3. المهم بصوا يا جدعان اهي 0.3 ملي اهي، زي ما انتوا شايفين يا جدعان اهو، نزلنا الكمية. الخطوة اللي بعد كده ان انا هبدأ ارج مية كتير، ارجها كويس. واليومين دول فترة تغيير جوي وكده، فهناخد مالتي فيتامينز مع حمض أمينية من دي اهو يا جدعان، فيها كل المالتي فيتامينز والحمض الأمينية، ونخلطها بإسلانيوم أو هيسلانيوم اللي هو بتاع الخصوبة. طبعا دي حاجات ترفع المناعة أو تعلي الخصوبة وحاجات كتيرة يعني ما شاء الله. فأنا هخلطهم أحطهم في إزازة لحد أنا مثلا 4 لتر. تمام، كلها 5 لتر، بس أنا أحط على 4 لتر. فناخد من الإسلينيوم أو سنتي على اللتر، هاخد تقريبا 3 لتر، 3 سنتي، عشان دول كفاية بالنسبة لي، مش محتاج 4 سنتي عشان أوفر الكمية كمان.
عشان هحتاجه كتير. زي ما شايفين مكتوب هنا 100 جرام بير 400 لتر، يعني الجرام لكل 4 لتر مية. تمام، فهاخد من ده جرام احطه على 4 لتر مية. زي ما انتم شايفين يا جدعان، دي معلقة كده جايبها من عند الصيدلية البيطرية برضو، مكتوب 1 جرام 2 جرام فيها الجرامات. تمام، فناخد 1 جرام اللي هو هنا ده. طبعا احط الاتنين مع بعض. تمام، احط دوايين مع بعض، 3 سنتي او ملي من ده على 1 جرام من ده، وكمية المية 4 لتر. دول بقى الحمام عشان التغيير الجوي، والجو ده بيرفع المناعة بتاعتهم، وبديهم الحمام والعصافير برضه الاتنين، الطيور اللي عندي. هم يا جدعان زي ما انتم شايفين اهي 4 لتر مالتي فيتامينز وحماضة أمينية مع الإسلينيوم أو الهيسلينيوم، حطيناهم مع بعض اهو. هطلع دلوقتي الحمام عشان نشربها عشان ناكله برضه. هم يا جدعان زي ما انتم شايفين الشمس لسه بتشرق اهي. ده بيكون احسن وقت عشان تاكل الحمام فيه، اللي هو يعني وقت الشروق كده او بعد صلاة الفجر، بيبقى احسن وقت عشان تاكل الحمام فيه في الحر والصيف ده. المهم يا جدعان زي ما انتم شايفين حطيت للحمام اهو المالتي فيتامينز والإسلينيوم اللي هو تعتبر رافع مناعة، بيرفع المناعة وبيزيد الخصوبة. طبعا يا جدعان بالنسبة للأكل، فزي ما قلتلكوا احنا مبنديش أكل الظهر عشان ده غلط، وممكن يعمل لهم جهاز حراري يموتهم لا قدر الله، عشان الطيور ده مبتعرقش. تمام، المهم دي كمية الأكل بتكفي واحد. دي الحمامة التانية، شكر الله بس يا جماعة، عشان معاهم زغاليل هديهم كمان واحدة. جدعان حاجة بننصح بيها دايما في الأوقات الحر اللي زي دي، مثلا من طلعك فوق السطح أو حاجة، حاول تعمل جنب المكان بتاع طيورك إزازة زي دي تفتحها كده وتحط فيها طوبة وتحط فيها مية عشان الطيور اللي بتكون طايرة في السما وعطشانة وكده، وحاول تحط لهم شوية أكل وكده. تمام، مش هتخسرك حاجة، وربنا يبارك في طيورك وحاجتك، وإن شاء الله يعني يبقى أجر ليك، يمكن يكون سبب لدخولك الجنة إن شاء الله. فبس حبيت أنصح بالحاجة دي عشان الطيور برضو يبقى الجو حر عليها، وهي البرية يعني كده، الحامل اللي طاير في السما مش بتاعك، أو مثلا يمام والعصافير الحاجات دي كلها، فبتبقى هجرك كبيرة عند الله إن شاء الله. دلوقتي يا جدعان الوقت اللي هندي فيه دواء للكتاكيت. أول حاجة يا جدعان زي ما شايفين مبهدلين الدنيا خالص، وهناخد بتاعة المية المشروبية بتاعتهم وهنغسلها، بعدين هنرجع نديهم تاني. المهم يا جدعان زي ما شايفين اهو نضفناها كويس، وبعدين هنركبها بس الأستك ده، هنثبتها كويس كده عشان تسلك. هنجيب هنا قصدي الدواء بتاع الكوكسيديا ونصب بس كده بكل بساطة، ونحط لهم الأكل كمان بالمرة. شايفين سبحان الله بيجروا ازاي الأكل، سبحان الله، فربنا يشفيهم يعني. طبعا غيرت البتاع اللي تحت دي، اللي الرمل فيها الرمل اللي هي دي غيرتها. بس كده يكون خلصنا عند الكتاكيت والحمام والطيور. طبعا ده أحد مكونات الكلفة أو الأكل بتاع الحمام بتاعي، ده الشعير، وبأكلهم كمان علف حمام زي ما شايفين دلوقتي. ده علف حمام، ده 16% بروتين. نصيحة ما تزودوش بروتين أكل الحمام عن 18%، لأنه هيضرهم، لو ضرهم أنا ماليش دعوة. طبعا بأكلهم مثلا بعاير 5 علب من الشعير قصادهم علبة واحدة من العلف بتاع الحمام. زي ما انتم شايفين ده شكل الكلفة اللي بأكلها الحمام بتاعي. دلوقتي يا جدعان معانا آخر حاجة النهاردة هنعملها. طبعا حاجة ده احنا هنعمل دلوقتي بيض، وجبة طرية للعصافير والهامسترات برضه. احنا محتاجين له بيض، وهنا في عيش مطحون، وهنا قشر بيض مطحون، ومعايا فوسفور هضيفه على العصافير، وليه فوائد كتير يعني، انا بحب اجربه يعني، حاجة بجربها واقول لكم نتيجتها بعدين. بس يعني طبعا مبدئيا ان هو ليه فوائد كتير، فدي تجربة بس. المفروض ده بيتحط على الاكل نفسه كمية بسيطة، بس انا بجربه دلوقتي، بجربه مع الوجبة الطرية. جربته قبل كده مش اول مرة، دي هتكون 3 أو 4 مرة اجربها.
طبعا التركيبة بتاعته فوسفات كالسيوم وحديد زنك ونحاس يود سيلينيوم وكوبالت وكربونات الكالسيوم. الاستخدام ده اصلا بيكون معلقة كبيرة، معلقة طعام كبيرة على ممسوحة على لكل كيلو من الاكل. حط طبعا لكل الحيوانات تقريبا، بقر، جاموس، خرفان، ارانب، فراخ، حمام، وعصافير برضه، كله يعني. المهم اول خطوة ان احنا هنهرس البيض زي ما شايفين كده، هنبدأ نهرسه واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين يا جدعان تم هرس البيض بنجاح. تاني خطوة هنضيف معلقة من العيش. زي ما انتم شايفين يا جدعان اهو، ده الخبز المطحون اهو، او عيش مطحون لبناني بقى اي نوع، بس بحطه عشان بيبقى ليه فوايد كتير يعني. بعدين معلقة من قشر البيض المطحون، بيبقى مصدر كالسيوم مهم جدا ليهم يعني. زي ما شايفين اهو، هبدأ برضه ارش. بعدين هبدأ بقى اقلب زي ما انتم شايفين كده، اقلب كل حاجة مع بعض. افضل التقليب يكون بمعلقة كبيرة، هيبقى اسهل واحسن من كده. لحظة اقلب وارجع تاني. طبعا ده شكله بعد التقليب. بعدين هنضيف كمية بسيطة جدا من الفوسفور. شوفوا يا جدعان، هنصب كمية عشان بحيث ان احنا الكمية دي ممكن تبقى زيادة اصلا. اول حاجة هنسوي البيض كده ببعضه عشان نرش وتبقى الكمية كلها متساوية ان شاء الله. ناخد بالنا في الحتة دي. طبعا التجربة منصحش حد يعملها، بس انا اجربها واشوف نتيجتها يعني. انا مجربها مع العصافير كويسة، بس كل الخوف مع الهامسترات، وربنا يسترها يعني. هما زي ما انتم شايفين نمسك كمية كده زي ما انتم شايفين اهو، حاجة بسيطة اوي. هبدأ ارش على كل منطقة كده. كمية كمان. بس كده كفاية اوي. بعدين هنخلط ونقلب كله تاني. زي ما انتم شايفين لسه بقى كمية هنا، خلاص مش هحتاجها كده، كفاية. دلوقتي هنجيب المعلقة، هبدأ اخلط كده زي ما انتم شايفين كده، تكون جاهزة. هنروح دلوقتي على الطيور والهامسترات عشان نأكلهم. انا اهو بيضة حطيته هنا، حطه على الاكل بتاع العصافير كده كده. تاني يوم بغير، فبحط لهم البيض مع هنا كده، حطيت لهم البيض هنا تمام، معلقة واحدة صغيرة لكل جوز. الهامسترات برضه حطيت لهم هنا. طبعا هما دول الكتاكيت. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو عشان الفايدة تعم وقناة تكبر ان شاء الله كده يعني. وجزاكم الله خير. كان معكم عبد، فيديو مملكة عبد. يلا متنسوش تذكروا ربنا وتقولوا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.